السلام عليكم حباباتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم على خير وبخير. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم جميع اسرار نجاح الشباكيه معكم، والروتين ديالي كيفاش داز من الصباح حتى العشيه. كنتمنى هذا الروتين ينال اعجابكم. مرحبا بكم والف مرحبا في قناتي وقناتكم مطبخ احلام الحسن. وبالنسبه للناس اللي انضموا عندي جداد كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. وبالنسبه لك يشوف هذا الفيديو ما تنساش تفعل خاصية الجرس ليصلكم أي جديد، ومرحبا بكم وألف مرحبا. بالنسبة أول حاجة بديت بها هي اللوز وجنجلان، درتهم في خلاط الكهربائي كيف ما كتشوفوا. بعد ما نقيت الجنجلان وطحنتهم مزيان حتى النير مزيان، واللوز كدير لك مسحته من الغبرة، صهدته شويه في المقله، غير شويه غير صهدته باش يطحن ليا في الماكينه. من بعد هنايا في الخلاط الكهربائي ديال العصير درت معلقه ديال القرفه، ضفت نص خماره من فئه 8 غرام، ضفت هنايا الزبده نوازيت، كاس ديال العنبه تا رجعت ليا نوازيت عاد ضفتها، وكاس ديال العنبه، كاس لاروب ديال العنبه ديال الزيت، وراس معلقه ديال الخميره، قبيصه ديال الملح. وغندير كلشي هادشي يطحن مزيان، وغنضيفو على الدقيق ديالي كيلو ديال الدقيق. المهم راه مشاركه معكم الشباكيه، المهم انا بغيت غير نشارك معكم الروتين ديالي كيفاش غندوزو. هنايا درت زعفران شعره، غنضيف عليه نص كاس ديال العنبه ديال الخل، قرعه ديال 200 مليلتر ديال المزهر، وغنديرهم يدفاو شويه. وغادي من بعد ما غادي نضيف الخليط اللي طحنت غنضيفو على الدقيق. غادي نرمل شويه بحال غتخدموا صابلي. هاد الطريقه ما كتحتاجوش انكم تدلكوا العجينه ديالكم مزيان، يعني هذاك الخليط كيكون مطحون مزيان، والمزهر مع الخل مع الزعفران كيكون دافي شويه، كيسهل عليكم ديك الزبده تجمع عليكم، يعني ما كتبقاش كتسهل عليكم تجمعوا العجينه ديالكم. صافي هنايا بديت كنجمع هنايا، راه قلت زعما باش تساعدني بديت ندلك فيها شويه ماشي بزاف. المهم ما كتعذبكش في الخدمه، كتحسي بها شويه قاصحه في يدك، ماشي مرخيه بزاف وماشي قاصحه بزاف، يعني تقدري تتحكمي فيها. صافي جمعتها. من بعد ما جمعتها غنشكلها كريات على هاد الشكل، غنغطيه ببلاستيكه بما غسلت الميعنات ووجدت. صافي انايا من بعد ما غطيتها ببلاستيكه الصراحه غسلت الماعن وجففت الدار وعاد بديت كنشكل فيها، كنسرحها بهذه الطريقه. كنخدمها بحال غنخدم ملفاي، كندير جناب كنجمعهم من الوسط، ومن بعد كن كن كنزيد الطويه الثالثه باش كنجمع هذوك الجناب. من بعد كنسرح العجينه ديالي المدلك من بعد ما كترتاح، من بعد ما كندوز على العجينه ديالي كامله. من بعد ما كترتاح كندوزها في الماكينه. المهم انا اللي دوزت فيها هي رقم 4. صافي كنسرحها تكون رقيقه العجينه ديالي، وكنشكلها بهذه الطريقه. نشوف الطريقه هذه ديال 5 كنحط العجينه ديالي كنفكها مزيان باش كتاكد اننا راه محلوله، كنحط 2 على 2، والخامسه كنشدها بهذه الطريقه بحال غنشكل خاتم بهذه الطريقه. وكندخل صبعي في هذيك الدواره اللي درت كيف ما كتلاحظوا. كنتمنى الفيديو يكون واضح. من بعد كنحلها كنحلها وكنشد هذوك الجنيبات بهذه الطريقه. صافي ولا كان عندي زائد كنحيدو. الصراحه الجراره كتجيب لكم شباكيه مقاده. هنايا من بعد ما شكلتها وخليتها نشفات، المهم اللي ما عندوش الوقت يقدر يخليها تبات. هنايا غادي ناخذ المهم هنايا خديت فريتوز غتسهل عليا، غتجيب ليا شباكيه موحده في اللون ديالها. هذاك الشيء علاش فضلت انني نستعملها على انني نستعمل الكاسرونه. يعني تقدروا ديروا كاسرونه كتجيب لكم داك سميتو الزيت ديالكم كيكون مجموع. انا فضلت انني نستعمل فريتوز باش تسهل عليا المأموريه، ما نبقاش نقلب في الشباكيه ديالي. المهم
غادي ندير القياس. المهم انايا فريتوز درت القياس ديال درجة الحرارة 160. 160 جاتني في الطياب هي هذيك مزيانة صافي. كيف ما كتلاحظوا قياس واحد. غير نسيت ما صورتش لكم بعد ما شكلتها كاملة. درتها في واحد الطاوة وخليتها نشفات على خاطرها. ديك الساعة بديت كنقلي فيها. من بعد ما كنقليها كتقلى كنحس بها طابت صافي. كنطفيها في العسل وكنرمي واحدة اخرى في الفريتوز. مني كطيب كنحيد هذيك من العسل اللي درت في الاول وكنعاود ندير الثانيه في العسل. كنستمر بهذه الطريقه حتى كنكمل الكميه اللي عندي. كيف ما كتلاحظوا هنا من بعد ما طابت ليا درتها في العسل صافي. مني غتبدا طيب، مني غطيب ليا الاخرى غنحيد هذه من العسل. المهم الشباكيه ديالكم تكون سخونه والعسل بارد. الا لاحظتوا الشكل ديالها يعني كيكون موحد. المهم من بعد ما غادي نحيدها من العسل غادي تبان لكم بصوره اوضح. كيف ما كتلاحظوا هنا ورقيقه وخفيفه. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. انا شاركت معكم وحيده ما دايرش فيها جلجله. المهم هذا هو الشكل ديالها. كنتمنى هذا الفيديو ينال اعجابكم. مرحبا بكم والف مرحبا. هنايا غنوجد معكم طاجين الغديوه ديالي. من بعد ما فرشت هنايا البصله قطعتها ماشي كبيره ماشي صغيره، يعني الجهد اللي غادي تهز ليا الطياب في الطاجين وما غاديش تحرق ليا. درت الحيمات ديالي هنايا غادي نديرو بالقوق. طاجين بالقوق غادي نغطي عليه وغادي نخلي هذيك البصله تشحر مع داك اللحم. من بعد غادي نضيف القزبر ومعدنوس وغنضيف العطريه. غندير العطريه راكم عارفين، الخرقوم، سكينجبير، الملحه، شويه الابزار صافي. وغادي نغطي على اللحم ونخليه يطيب. من بعد ما يدخلوا الطياب غادي نضيف القوق نخليه حتى يشد فيه الطياب مزيان. من بعد غادي نضيف القوق. البنات الا وصلتوا حتى لهنا ما تبخلوش عليا بالبصمات ديالكم شي تعليق محفز من اجل الاستمراريه والعطاء اكثر. ومرحبا بكم والف مرحبا في قناتي وقناتكم مطبخ احلام الحسن، قناه اللي خاصه بالطبخ والحلويات والروتين. المهم كنشارك معكم جميع اسرار نجاح الحلوى والطبخ. اي حاجه كنديرها كنشاركها معكم. المهم انايا راني تقلبت غادي نعاود نطور القوق بهذه الطريقه صافي. انا راه ما بقاش بزاف باش يوجد الطاجين ديالي. من بعد غنضيف قزبر ومعدنوس شويه من الفوق وغنخلي الطاجين ديالي يتشرب مزيان ويجي شارب ويجي يعني يجي ناشف. بنات هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين. كنتمنى ينال اعجابكم. المهم هنايا من بعد غادي نغسل الميعنات ديالي طيبت فيهم الشباكيه. كانوا مازال حتى الماعن ديال الفطور حتى هما كاينين، يعني جمعت بين الفطور والغداء. الماعن ديال الفطور والغداء هنايا غادي نغسلهم صافي. وغادي ندوز جفاف خفيف على الدار. يعني ما شاركتش معكم التجفيفه حيت باش ما يجيكمش فيديو طويل. المهم راكم عارفين الروينه اللي كتخلي الحلوى. المهم هنا غادي نغسل الماعن غندوز جفيفه خفيفه.
البنات هنايا غادي نشارك معاكم لي بات بواحد الطريقه كتجي زوينه رائعه الا تلفتي شنو ديري في العشاء ولا حتى في الغدا، والله الا كتجي رائعه. هنايا خديت كاسرونه درت فيها الماء حتى كيالي، ضفت زيت العود. انا نوريكم الشكل ديال لي بات اللي غادي ندير اليوم. بعد غنضيف الملحه غنخلي حتى تسلق. هاد لي بات ما كتبغيش تسليق بزاف، غير طلع فيها الغليه قلبيها، لقيتيها دخلت طيب صافي تحيديها تكبي عليها الماء بارد. هنايا غناخد كاسرونه شفتوا القشور ديال الكروفيت هما باش غادي نروي لي بات ديالي. هنايا خديت الزبده، كانش عندي الزبده بزاف غنضيف عليها شويه ديال الزيت. المهم انا كندير غير الزبده، غير دابا ما لقيتش عندي الزبده بزاف ضفت الزيت. هنايا الثومه، ضفت الثومه شي 2 روس ولا 3 ديال الثومه. المهم هاد لي بات والله الا كتجي رائعين، البنات يجربوا ان شاء الله ما غاديش تندموا بهاد الطريقه. صافي غنخلي ديك الثومه تشحر، من بعد لي بات ديالي من بعد ما كبيت عليها الماء بارد كترجع فيها شويه الروح وكتوقف. المهم هاد لي بات راه كيف ما قلت لكم ما كتبغيش طيب بزاف، الا طابت بزاف كتعجن، كتولي تبان لكم الشكل ديالها خايب. صافي هنايا غادي نشحرها شويه، نخليها تشحر، غنضيف عليها الماء ديال الكروفيت. الماء ديال الكروفيت غير القشور ديال الكروفيت شديتهم غليتهم حتى طلقت ديك النسمه ديالهم في الماء. صافي رويت بها، غنخليها تشرب داك الماء ديال الكروفيت. كيف ما قلت لكم هنايا غادي نضيف الصوجه انا عندي جاريه بزاف، من الاحسن اللي كانت عندكم ديك العاقده مزيان. الا لاحظتوا راه غنديرها 2 المرات على قبل الكروفيت ديك سميتو. هنا ضفت الكروفيت عندي الصوجه جاريه بزاف، ملي كتكون عندي ديك العاقده كنديرها غير شويه كتعطيني المذاق وحتى اللون. صافي هنايا الا كان عندكم داك سميتو مايونيز ضيفوا مايونيز كيجي رائع. انايا ما كانش عندي مايونيز بزاف، شديت غير هذيك القرعه اللي كانت عندي ديال المايونيز شللتها بشويه ديال الماء. هي اللي غادي ندير حيت المذاق ديال المايونيز مع الكروفيت لي بات والصوص الصوجا كتجي رائعه. هنايا راه ضفت داك الميه اللي قلت لكم شللت بها القرع وضفتها هنايا. والله الا البنات جربوها بهذه الطريقه. انا بعض المرات ملي كيكون عندي مايونيز الا كندير مايونيز صوجا وشويه ديال الزبده وشويه ديال الثومه وكنشحرها، كنفضلها لاصوص طوماط الا عشا خفيف وزوين. هنايا ضفت الصوجا كيف ما قلت لكم عندي خفيفه، كانت عندي ثقيله غنديرها غير مره واحده صافي وغير شويه. لا صافي غادي نديرها في الطبسيل. الا لاحظتوا لي بات حيت ما عطيتهاش ما تسلقاتش بزاف، عطيتها القياس ديالها يعني ما تعجنات ما والو. غير الا بغيتو نجح معكم هاد لي بات راه كيف ما قلت لكم ما كتبغيش طيب بزاف، من الاحسن انكم غير تقلبوها تحسوا بها بدا كيدخلها الطياب، تكبوا عليها الماء بارد باش كتزيد توقف وتعاودوا تشحروها في المقله كتجي اكثر من رائعه. هنايا غادي ندير شويه ديال الفرماج اللي محكوك. صافي هذا هو الشكل النهائي ديال لي بات ديالي. شاركت معكم الشباكيه كيفاش جات والطويجين. وبسلامة عليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة. كانت معكم أختكم أحلام من قناة مطبخ أحلام الحسن. بسلامة عليكم إلى فيديو آخر إن شاء الله. مع السلامة.